السلام عليكم الزلفلاوين. شوفوا اليوم جبت لكم واحد المقروط للعيد. واش نقول لكم؟ قد ما نحكي عليه قد ما قليل. واحد المقروط هشيش يذوب في الفم، يذوب في اليد قبل الفم ديجا. اون بليس هذا ما يحتاج كاع العسل، وحده وحده يذوب. تبعي معايا الطريقه، حنعطي لك كيفاش نداويو التمر وكيفاش نتحصلوا على هذا المقروط. بسم الله. اول حاجه نوجد الغرس. انا هذا الغرس شريت تاع هذوك تاع البطانه، فوتهم كاع في الماشينه تاع اليد. ومن بعد زدت عليه القرفة وزدت عليه قرنفل مرحي، شغل نص مغرفة هكا صغيرة تاع قرنفل، ومغرفة كبيرة تاع الزبدة، ولا زوج مغارف على حسب الكمية تاع الغرس اللي عندكم. هنايا لازم تعجنوه مليح حتى يولي طري، ونزيد له ثاني المزهر شوية بشوية. نكملو هكا نعجنو بالمزهر حتى تولي طرية. الغرس لازم يكون نفس الطراوة تاع العجينة، ماشي الغرس يابس والعجينة طرية، هكاك حيبس لكم في الكوشه. دونك لازم طريوه كيما العجينه. ومن بعد لافين زدت لها مغرفه تاع مرغرين ولا زبده ولا زيت، المهم باش نلمها برك تولي ما تلصقش في اليد. تحصلوا على هذا القوام، شوفوها كيفاش راهي طريه، والريحه تاعها بالقرنفل روعه روعه. سواء ديروا قرنفل مرحي ولا زيت تاع قرنفل، انا دابيتود ندير زيت تاع قرنفل هايل. خليته يبات ليله كامله، ومع غدوه من داك بديت نشكل هكا دي بوده قبل ما نخدم العجينه تاع المقروط. ذوبت ثاني الزبده، خليتها بردت، ومن بعد نحي لها هذاك الحليب. هادو كاع وجدتهم لافاي. لو كان نروح نخدم المقروط، عندي هنايا 3 كيلات تاع سميد متوسط، ونص مغرفه صغيره تاع الملح، وكيله تاع الزبده. هنايا سميد لازم يكون متوسط رايح لرقيق ماشي خشين. انا شريته بالميزان واسمه الساحل. انا نحب السميد نشوفه بعيني ونمسه بيدي، خاطرش ماشي اي سميد ينجح فيه المقروط، سورتو المقروط تاع الكوشه. بسم الله. نخلطو مليح هكا السميد مع الملح، ومع نحطو ديريكتومون الزبده. ولا شفتو السميد شويه متوسط رايح لخشين، غربلوه نحيولوه هذاك الخشين. هنايا راني غير ندخل في الزبده حتى يولي كيما هكا، ومن بعد نلميه كاع على جهه كيما راكي تشوفي. وهنايا نبداو نحكو بشويه بشويه. شوفي يعني نرفد متيت كونتيتي، نبدا نحك هكا بين يديا حتى وين يولي تحسيه كوم بوماد، تحسيه شغل كريم في يدك. وراكم تشوفي هاد لا بتيت كونتيتي اللي راني نحيتها وحدها ونخدمها بيان. هذه بالنسبه للمبتدئات، لازم ديري بهذه الطريقه باش تتاكدي بلي السميد تاعك راكي كاع حكيتيه بالزبده، وراه تدخلو كاع هذيك لو غرا. وشوفي حتى لا كولور تاعو ولات كلير، وزيد يتلم، هذا بلا ما زهر بلا والو، يتلم بيان. فوالا هنايا شوفي لا تيكستور تاعو، هنايا شوفي ولات اون بول، يعني تلمت وحدها وحدها. هنايا سي بون. دونك نكملوا كاع هذيك لا كونتيتي، وشوفوا لا كولور تاني. شوفي هنايا راهو كلير. الا تحصلي على هذه النتيجه، هنايا تعرفي بلي المقروط تاعك نجح. ولا ما وصلش السميد تاعك لهذه الدرجه، هنا واش نقول لك فيه الشك. ليسونسيال. شوفي هذاك راه يتزربع، وشوفي هذه راهو اون بات، وهذا مازال ما درناش مزهر. لازم تحصلي على هذه النتيجه. فوالا شوفي كيفاش راهو داير. دركا نروحوا للمزهر. شوفي المزهر نفس الكيله، وشنو ناقص اندوا. يقدر يديه كاع، يقدر لا سا ديبون السميد. دركا نبدا نشمخ بشويه بشويه. شوفي تلمو عجنتو بيان بالزبده، ما يحتاج كاع بزاف هذاك الماء والمزهر، هذا ان ميلونج تاع الماء والمزهر. وشوفي كيفاش راكي تلمي، راني نلم باطراف تاع الاصابع، ما لازمش تعجني، جوست لميها برك. ومن بعد نروحو نشكلو ديريكتومون المقروط، يعني ما تخليوهش يشرب ولا يستنى، ديريكتومون هو راهي طريه بزاف لاباط. نبداو نشكلو في لي بودان كيما راهو واضح في الصوره. شوفي انا درت بزاف عجينه التمر، نحب يجي فيه بزاف تمر بارابور للسميد. هنايا نروح نستعمل هذا الطابع، بيان سور كل واحد يدير واش موالف. هنايا نلم كاع هاد لي كوتي مع الكوبات هكا باش يجي بيان فيني. ولا عندكم شويه زياده تقدروا تنحيوهم، سا ديبون المول كيفاش داير. ونبدا من هنايا. بسم الله. هي العجينه تجي طريه هايله، ما تقوليش كاع مقروط. شوفي هنايا لازم تعقبوا الموس تحت البودة
تالمو لاباط طريه ومبسه تلصق فوق البلون دو طرافاي. فوالا هذا هو الشكل تاعها. شوفوا الله يبارك كيفاش معمره بالتمر. يعني نحب انايا المقروط كي تاكليه نحس بزاف بالتمر ماشي سميد بزاف. نكمل هكا بنفس الطريقه حتى نعمر سنيوه ومن بعد نتلاقاو. ولا تحبي الحبات يجيو كاع على يد واحده تقدري تستعملي هذه الطريقه. هنا كي تحطوا المقروط في سنيوه حاولوا تسقموه هكايا بالكوبات يجيو كاع ديرونجي مستفين، وزيد خليو واحد 0.5 بين رونجي والاخرى. وثاني حاجه الكوتي المغلوق تاع المقروطه لازم تحطوه على لي بوردور تاع السنيوه، يعني حطوه على الجهه المغلوقه باش ما يتحركش الغرس. دوكا نروحو نعمرو كامل هذوك الفراغات، ما لازمش تخليو الفراغات هذوك سينو يتحرق كما قلت لكم. نعمروهم بلو غاز تاع لاباط، ولا نديرو شويه فرينه شويه ما تحصلوا على عجينه اوردينير. ليسونسيال حنا نعمرو هاد لي فيد. نسيت واحد الديتاي برك باش نقولكم عليها. هذا المقروط تاع الكوشه، يعني راني نهضر على هذه الوصفه خاطرش كاين بزاف انواع تاع المقروط. ما تخدموش بالسمن خاطرش يجيكم يقهم. ولا توفرت الزبده الحيوانيه دو بريفيرونس، ولا ما كاش باسكو لو غو تاعها بالزبده الحيوانيه يجي روعه. ولا تقدروا تعوضوه بمارغارين هذاك اللي يجي مواتي مواتي، نص زبده ونص مارغارين. هذيك دوبوها اون فوا تبرد خدموا بها. هنا راني شاعله ديجا الكوشه على 220 درجه، شعلوها مليح تكون قويه خاطرش المقروط يحب الصهد والسخانه. ومن بعد في النص الطياب نقصلوا الدرجه حتى 180 160، وما لازمش تحمروه بزاف من التحت. فوالا كيفاش يجي. شوفوا هنايا، شوفوا الوجه تاعو راه يخلع كي تشوفوها هكا تقولي خلاص راح فيها. شوفي المقروط لازم يتشقق، المقروط تاع الكوشه ولا ما تشققش سيك خلاص ما راهوش مقروط. هدايا شوفي يتشقق ومن بعد يبرد يولي كيما كان. بصح هنايا ما تقدروش كاع تمسوه، هذا بوسو ولا تمسو. وشوفوا دركا هنايا بعد ما برد شوفي كيفاش ولا تسودا كاع تقولي ماشي هو، تقولي سي با لا ميم شوز. الوغ كو هو لا يعاود يغلق يعاود يحبط خاطرش تالمو هشيش كي يتنفخ شويه في الكوشه يطرطق، بصح كي يبرد يولي كيما كان. وهنا بعد ما برد كومبليتمون نروح نقطع لكم هاد الحبه وشوفوها كيفاش دايره الداخل. شوفي جاي يذوب، شوفي الغرس كيفاش داير. وهذه الوصفه كي يخرج من الكوشه جامي تعسلوه، خبيوه كيما راه، خليه يبرد خبيوه كيما راه. او مومون دو سيرفير حطوه هكا فوقو شويه انفيلي تاع العسل اي سي بون. والمقروط هذا يقعد دائما سلطان تاع المائدة الحلويات في عيد الفطر، والبقلاوه ثاني معاه. ما بقى لي نقول، خبي الوصفه عندكم. شكرا على المشاهده والسلام عليكم.